النهارده بقى هقولك على طريقة جلاش سهلة جدا جدا، هتعمليها في اقل من 10 دقايق، مش هتاخد منك اي وقت خالص. يعني لو انت حابة تعملي اي نوع حلويات كده، مش هتحتاجي ان انت تقفي كتير ولا تعملي طبقات ولا كلام من ده خالص. بطريقة عشوائية خالص هتعمليها، ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود ولا مكونات كتيرة. بما اننا داخلين على رمضان، وكمان رمضان بيحب الحلو، فهقولك الطريقة دي هتبقى حلوة جدا ليكي. اول حاجه هنجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، هندهنها سمنه، وبعد كده هنجيب لفه جلاش طبعا على قد مقاس الصينيه اللي انا عاملاها صغيره. اول حاجه هنجيب الجلاش ورقه ورقه، هندهنه سمنه كده خفيف. طبعا انت ممكن لو مش حابه ان انت تدهنيه سمنه، في الاخر خالص هنحط في الحشوه بتاعته معلقه سمنه كبيره. تمام، يعني الجلاش بيحب السمنه. انا دلوقتي دهنت الجلاش من جوه بالسمنه، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اكرمشه بالطريقة اللي انت شايفينها دي، طريقة عشوائية. وهبدأ ان انا احطه كده جنب بعضه، هو في الاخر بياخد شكل الوردة. بعد كده بقى جبت كوبايتين من الحليب، وحطيت عليه 3 معالق من النشا، وبعد كده حطيت معلقتين من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة، احنا في الاخر لسه هنحط شربات. بعد كده بقى هحط باكت فانيليا. هقلب كل المكونات دي مع بعضها على البارد، مش هنرفعهم على النار خالص. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل فتحات كده في الجلاش باللي هي بأعواد الشيش طاووق او بسكينه او باي حاجه. وبعد كده الخلطه ديت او الخليط ده هنحطه على الجلاش. طبعا يا جماعه يعني من الافضل ان انتوا تحطوا معلقه سمنه كبيره في الخليط ده، علشان الجلاش يطلع مورق معاكم اكتر. تمام. بعد كده بقى انا حطيت على الوش كده، وزعت عليه سمنه انا كنت مسيحاها. وبعد كده بقى الجلاش ده هبدأ ان انا ادخله الفرن. طبعا انا مسخنه الفرن قبلها، وبوطي النار. طبعا ما تخليش النار عاليه، لان الجلاش من الحلويات اللي بتتحمر بسرعه. يعني تخلي بالك توطي النار لحد ما ياخد لون من الجنوب كده ومن فوق، وبكده يكون طلع. بعد كده بقى كنت مجهزه الشربات بتاعه، هنزل لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. وبكده تكوني عملتي احلى واجمل نوع حلويات، وسهل جدا، ما خدش معايا اي وقت خالص، وهينجزك لو انت وقتك ضيق مثلا في رمضان وحابه ان انت تعملي لاولادك اي نوع حلو. يعني النوع ده هيبقى حلو جدا ان انت تعمليه، وهي يعني في وقت قصير جدا هيكون جاهز معاكي، وكمان طالع طعمه تحفه جدا، من غير بقى ما تقعدي تعملي حشوات وتطبقي وتورقي والكلام ده خالص، بطريقه عشوائيه خالص. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات، واستنوا مني الفتره الجايه فيديوهات كتيره جدا. مع السلامه.